بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوعية التهديدات وساحة الحرب المقبلة عليها كتخليك تختار السلاح ديالك ما بين المسائل اللي مهمة، التهديدات والبيئة، القتالية. في ممكن يطيح الجيش المغربي تلقاه هو يحتاج الصواريخ المضادة للضروع. نشوفوا الأهمية ديال الصواريخ المضادة للضروع، والأهمية حتى ديال التنوع ديالها في حد ذاته، لأن منذ القدم المغرب تيبني جيش بري اللي هو قوي، تيتلائم مع النوعيه ديال التحديات وحتى البيئه الجغرافيه اللي عندنا. فهنا تيبان لك الاهميه ديال الصواريخ المضاده للضروع، اللي ممكن تلعب واحد الدور حاسم في اي حرب ممكن توقع، وهو تيمثل سلاح فعال باش تدمر سواء الدبابات او لا المدرعات حامله الجنود، وبعد الاليات الثقيله اللي تتحرك برا، وتيكون عنده انعكاس على موازين القوى في المعركه، خصوصا مثلا إذا كانوا المشاة. شنو هي الأهمية ديال الصواريخ؟ كما قلنا هو توازن القوة، وهنا غنبداو من الأخير جملة قلتها اللي هو المشاة. فاش يكون عندك الصواريخ المضادة للضروع، فهو تيحقق واحد التوازن ما بين المشاة وما بين الدبابات. مثلا غادي نشار على طويوطا ولا غاديين على سيارة خفيفة وعندهم تواجهوا مع الدبابات وعندهم هما صواريخ مضادة للضروع، تتكون توازن القوة، وبالتالي دبابات العدو تكون أكثر عرضة للهجوم. وحتى على مستوى الدفاع، حنا يمكن ندافعوا على مجموعة المناطق حيوية، نقدروا ندافعوا على الخطوط الأمامية ديال الجيش. تعرفوا الخطوط الأمامية ديال الجيش تهضروا على المشاة، ثم عاد تيجيو موراهم المدرعات، والخط الثالث تكون المدفعية. فبالتالي خصك حائط صد باش العدو ما يتقدمش. باش نقولوا الدفاع كاين موراه الهجوم او لا، الهجوم المضاد. غتحتاج في الهجوم المضاد ديالك باش تصد الدبابات او تعيق التقدم ديالها هاد النوع ديال الصواريخ اللي غادي ينعكس ميدانيا على جوج الميزات. الميزه الاولى من ناحيه العنصر البشري، ما غاديش تخسر العنصر البشري، تقليل الخسائر البشريه بصفه عامه، لان مسافه الاطلاق تكون امنه في المواجهه مع الدبابه، وتعطيك ميزه تكتيكيه في التحرك، وتيمكن لك تحمي القوات ديالك بهذا الدور. وهذا الدور باش يكون عندهم واحد الفعاليه، هاد الصواريخ المضاده للدور باش يكون عندهم واحد الفعاليه، خصك تكون عندك التنوع، ماشي نوع واحد، التنوع من جميع الجوانب. لذلك تلقاو مثلا تنوع في السلاح الامريكي بحال الطاو، والطاو حتى هو لي فيرسيو ديالو. تلقاو مثلا السهم الاحمر اللي فيه 3 لي فيرسيو على الاقل، 9 و10 و11 حتى 12 عند المغرب. تلقاو الجافر اللي تفاهم عليها المغرب. علاش هاد التنوع ديال الصواريخ المضادة للضروع؟ لأن مسألة ديال التكييف مع التهديدات المتغيرة. التنوع ديال أنواع الصواريخ تيعطيك واحد المرونة في التكييف مع التهديدات المتغيرة اللي عندك في ساحات المعركة. تيمكن لك تستخدم الصواريخ ديالك الموجهة حسب النوعية ديال الهدف، حسب النوعية ديال الدبابات، النوعية ديال الدروع اللي تتعامل معاه، وبالتالي عندك زيادة الفعالية لا من الناحية الهجومية لا من الناحية ديال التكلفة. ماشي أي صاروخ غادي نستعملوه ضد جميع الدروع. فهنا تيبان لك أن كل صاروخ عنده المزايا والعيوب. التنوع تيعطيك فرصة كبيرة النجاح، تينعكس على السيكولوجية العدو في الإرباك ديالو، تيخليه مرتبك. العدو ما تيمكنلوش يتنبأ أي نوع من الصواريخ ممكن يستعملو. صعوبة تطوير الدفاعات المضادات للعدو باش يتكيف معك، لأن عندك بزاف ديال التكنولوجيات على أرض الواقع وتستافد منها، وتسمح لك بدمج أحدث التقنيات في الصواريخ، سواء على مستوى التوجيه بالليزر ولا بالأشعة تحت الحمراء. وهذا تيزيد الدقة والفعالية ديالها. حتى من ناحية ديال عاوتاني الصواريخ السلكية اللي تتطلب توجيه مستمر قبل المشغل، كانت شي حاجة اللي بسيطة. الصواريخ شبه الآلية ولا سيمي اوتوماتيك تتطلب توجيه أقل من الصواريخ اللاسلكية. والصواريخ الآلية بالكامل، علاش نقول هادي؟ لأن عندنا صواريخ متطورة وصواريخ قديمة ما غاديش تضيع، فغادي حتى هي تحتاجها حسب النوعيات العملية. لأن بعض الأحيان تكون عندك عملية تخسر عليها 2 مليون دولار وماشي مهم، وعمليه تخسر عليها 50,000 دولار تبان لك غاليه. فبالتالي تستعمل معها صاروخ ولا سلاح اللي هو تيكون اقل، لان الصواريخ بحال دابا الطاو جوج اولا جافلان ولا جي 10 و جي 11، هادو صواريخ اللي
مضادة للضرر متعددة الأغراض، يمكن استخدامها ضد الهدف أهداف متعددة بما فيها التحصينات، فيها المروحيات، الدبابات، النوع ديال التوجيه ديالها غدا ممتازة، ولكن مغاديش نستعملوها في جميع الأحوال، خاصك تستعملها فيها تكون أنت تحتاجها. كما قلنا راه كاين يعني علاقة ما بين العملية وما بين الفلوس اللي غتخسر عليها، واش تستحق ولا ما تستحقش. وهذا تبقى يعني نظرة ديال الاستراتيجيين والسياسيين والعسكريين تشوفوا شنو تيصلح واشنو صاروخ غادي نخدموا. بصفة عامة تيبقاو يعني هاد الصواريخ مضادة للضرر سلاح حاسم بالنسبة للمغرب في الحروب ديالو، وايضا على مستوى يعني التنوع ديالها، وهكذا تيبان لك ان خيار ديال تطوير القوات البريه والتزويد ديالها بهذه الاليات وهذه الامور مساله اللي هي حيويه ومهمه جدا. وما بين يعني كما قلنا اهم الصواريخ اللي عند المغرب حاليا الطو اللي بلا البلاء الحسن في حرب الصحراء، دابا كاين الطو النسخه جديده اللي ممتازه جدا، بالاضافه الى السهم الاحمر والجافلين. السهم الاحمر راه على الاقل فيه 3 ديال لي فيرسيون. تحية لكم جميعا، شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.